بقالنا 3 اسابيع تقريبا بنحاول نظبط خروجه مع بعض لحد ما خلاص يعني الساعه 5 هنتقابل. الناس كسلت وفكست. المهم في الاخر سمعت حاجه كده اسكندراني والتليفون فصل. فالنهارده هنجرب اسكندراني، ومن اسمه هتعرف انه متخصص في الاكل الاسكندراني. انا ما اعرفش هو فين، هو في لايف مول في التجمع الخامس. جبت منه كام حاجه كده، خلينا نجربهم. الاكل جاي سخن، دي حاجه حلوه. نبدا باول حاجه، اسطوره الاكل الاسكندراني الكبده. سندوتش كبده حشو حلو جدا جدا. بسم الله. الكبده نفسها تقطيعتها رفيعه جدا. التقطيعه الاسكندراني دي يعني في صنعه، هو بس حادق سيكا، بس الكبده نفسها حلوه قوي. سندوتش كبده عظيم. ده سندوتش مختلف شويه، هو كان اسمه تركي جريلد، فانا توقعت ان هو جبنه رومي سايحه. هو تقريبا عاملها زي مكعبات كده وحاطط جوه طماطم كاتشب مايونيز. نديله فرصه. هو سندوتش بسيط قوي، بس الغريب ان تقريبا ده كان اغلى من الكبده. مش عارف ازاي. لو انا فاهم صح المفروض ان دي جبنه رومي اللي هي تركي، حاسس ممكن طعمها يبقى اجمد من كده. برضه هي مش سايحه او بتشد او حاجه، يعني زي الصوره. شبه سندوتشات البقاله شويه. ده باكيت فرايز، هو مش باكيت قوي يعني، هو تغليف بطاطس غريب شويه. ده باكيت بطاطس بوم فريت، بس بهاراتها لذيذه، لايق قوي مع السندوتشات. جبت برضو وجبه، دي وجبه سجق اسكندراني او صدق اسكندراني بقى زي ما هما كاتبين. رغيفين عيش. اوه. وده السجق نفسه بتاع مثلا 7 8 صوابع سجق بالتحبيشه بتاعتهم كده. ده العيش. سجق اسكندراني عالمي. طعم السجق نفسه حلو قوي. والخلطه اللي تحت دي برضه عظيمه. اسكندراني اسكندراني يعني. ممكن ناخد اخر حاجه، وغالبا هكمل الطبق ده. اخر حاجه هنجربها السكالانس. هقول لكم على الاسعار دلوقتي. ده السكالانس، حلاوه قشطه عسل مربى. نو كومنت، جامد قوي. نسب الحلاوه مع المربى مع القشطه مش مخليه الساندوتش مسكر قوي، بالرغم ان الحشو كتير جدا. اي لاف ذس. الراجل ده واضح ان هو جاي من اسكندريه اللي هو ايه، بيعرف يعمل اكل اسكندراني حلو قوي. وده يا جدعان والله ما اعلان او حاجه، انا طالب اصلا عن طريق ابلكيشن. والاسعار تقريبا متضبله يعني. الكبده انا جايبها ب 40، مكونه 25، والكبده حلوه قوي. بطاطس ب 25، جبنه مقليه تركي ب 55، وجبه السجق دي ب 110، والسكالانس ب 25. فلو نفسك في اكل اسكندراني اصلي ممكن تجربوه، واطلبوا من الارقام دي، بيبقى شويه ارخص من الابلكيشنز. فلو الفيديوهات دي بتعجبكم والكادر بالقصه دي كلها، يا ريت تعمل لايك وشير للفيديو. شكرا جدا ليكم، سلام. هات لي بقى طاجن الجريل ده.